ايه رأيك اجيب لك لابتوب ماك بوك برو جديد مش مستعمل، كور اي 5 بسعر لابتوب عادي زي اتش بي مثلا او لينوفو؟ الحسبة صعبة بس تنفع. يلا بينا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده احنا جايبين معانا لابتوب يعتبر فعلا حالة فريدة بالنسبة للأسعار وبالنسبة اللي بيحصل في السوق اليومين دول. النهارده احنا جايبين معانا ماك بوك برو، مش حتى ماك بوك اير، اللي هو سعره النهارده لو فكرت تشتريه هتلاقيه في رينج ال 40 وممكن يوصل ل 50 بأسعار أقل من كده بمراحل، بسعر لابتوب عادي زي اتش بي او مثلا لينوفو. اللابتوب اللي جايبينه النهارده جديد زيرو مش مستعمل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي وهقول لك السعر. عايز تعرف اكتر كمل الحلقه معانا للاخر. هنتكلم اهم حاجه عن مواصفات الجهاز ده المميزه جدا جدا جدا، وهنبص عليه ونراجعه ونفصل فيه كل حاجه واقول لك ايه اللي بيميزه وايه اللي ما يميزوش وليه تشتريه وليه برضو ممكن ما تشتريش جهاز زي ده. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. قبل ما نبدا نتكلم على اللابتوب يا جماعه، يا ريت ندعم المحتوى وندعم القناه ونعمل شير على قد ما نقدر عشان كل الناس تستفيد بالجهاز ده لو حد بيفكر ان هو يشتريه. ندخل على طول في الموضوع. اللابتوب اللي معانا النهارده هو ماك بوك برو. الماك بوك برو اللي معانا النهارده هو 13 انش. نبص كده على الجهاز وهنتكلم عن الموديل يير بتاعه، عن كل المواصفات بتاعته بالتفصيل. الجهاز بيبقى جاي 13 انش 13.3 بالظبط، وهنتكلم على المساحه بتاعه السكرين بالظبط. طبعا بيبقى كل محتويات اجهزه الابل بلا استثناء بتبقى عباره عن اللابتوب، الجهاز اللي هنتكلم عن كل حاجه عنه بالتفصيل. طبعا الجهاز بيجي بالكيبل الاوريجينال بتاعه سلك طبعا متبرشم، وبيبقى جاي بالشاحن الاصلي بتاعه. كل المحتويات دي هي اللي في العاده بتيجي مع كل اجهزه الابل لحد النهارده لو انت اشتريت موديل السنه. ايه بقى اللي بيميز الجهاز ده؟ هنتكلم عن نقطه نقطه بتميزه، واهم نقطه طبعا اللي كنا مستنيينها نقطه السعر برضه هنتكلم عليها. نبتدي اول حاجه في السكرين. نوصل كده اللابتوب ده بالباور ونشغله مع بعض. نبتدي مع بعض باول نقطه هنتكلم فيها، هي نقطه السكرين. نقطه السكرين دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. هتقولي ليه؟ لان في ناس كتيره جدا بتدور على الشاشات تديها الوان تكون فعلا الوان محترمه، يقدر ان هو يشتغل عليها شغل جرافيك او شغل تصميمات، والحاجه اللي هو بيصممها على الشاشه تبقى نفس الحاجه اللي هو هيطبعها في الفاينل بروجكت او في النتيجه بتاعته بعد ما يخلص كل حاجه. ما يجيش يطبع حاجه يلاقيها لون مختلف. ودي من ضمن الحاجات اللي بتميز اجهزه الابل بشكل كبير جدا، بالذات التليفونات. لان انت لو انت مستخدم ابل هتعرف ان دايما الالوان بتاعت الابل تعتبر دايما الوان فعليه والوان حقيقيه، ما فيهاش اي لعبه او شغل ايديت. الشاشه اللي قدامنا دي شاشه اسمها ريتنا ديسبلاي. الشاشه دي تتميز ان هي شاشه ال اي دي باك لايت اي بي اس، وكمان هي 2560 في 1600 ريزوليوشن. طبعا الريزوليوشن ده محترم جدا جدا جدا. والشاشه دي 500 نت برايتنس. فطبعا الكلام ده لاي حد فاهم في السكرين هيقول لك لا الشاشه دي عظمه، هتقوم باللي انا عايزه منها بالظبط ومش هتاثر معايا خالص في الشغل. لو انت بصيت على الوان الشاشه دي وقارنتها باجهزه كتيره جدا استحاله تلاقي درجه الالوان دي والنقاء ده والجوده دي غير في بس في اجهزه تكون اسمها اجهزه بريميوم. الاجهزه البريميوم هي اللي بيكون فيها الشاشات بتبقى الفينش بتاعها فوق الممتاز، الوضوح والالوان فيها عاليه ومحترمه جدا جدا جدا. ودي من الحاجات اللي بتميز اجهزه الابل من غير منافسه، والمنافسه فيها قليله قوي قوي قوي. فدي اول نقطه بنتكلم فيها في اللابتوب الماك بوك برو اللي معانا. تاني نقطه هنتكلم فيها في اللابتوب دوت، احنا هنتكلم على البروسيسور. اهم حاجه بتميز اي جهاز كمبيوتر سواء لابتوب او ديسكتوب هو رقم واحد البروسيسور. البروسيسور يعتبر هو القلب اللي بيضخ الدم للمذر بورد، وهو المسؤول عن مش اقل من 80 90% من اداء الجهاز. طبعا هتقول لي ازاي؟ هقول لك معظم الحاجات التانية زي مثلا كارت الشاشه والمذر بورد والكلام ده بيلعب دور، لكن رقم واحد هو البروسيسور. البروسيسور هو يعتبر العامل الرئيسي في اداء الجهاز، وهو المسؤول عن كل او معظم العمليات اللي موجوده. بقيه الحاجات اللي موجوده تعتبر عامل مساعد، طبعا عامل مساعد رئيسي، لكن مش بتغنيك عن ان لازم يكون البروسيسور محترم واداؤه ممتاز. لذلك بتلاقي اجهزه الابل كلها بلا استثناء ال 13 انش بتنزل من غير كروت شاشه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو كده، هو مش بيعتمد على كارت الشاشه في شغل الجرافيك او شغل البروجرامنج. لو انت عايز تشتغل بالجهاز ده جرافيك او بروجرامنج هتلاقي ان كل اجهزه ابل بلا استثناء سواء القديمه او احدث حاجه موجوده لحد النهارده كلها نازله بكروت شاشه انتل فقط لا غير. ده طبعا غير تكنولوجيا الام 1 اللي نزلت حديثه. البروسيسور اللي نازل معانا هنا هو كور اي 5 2.3، بيطلع معاك في التربو بوست لحد 3.6. ده ممتاز جدا 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 واداؤه فوق الممتاز. ولو انت حطيت عليه برامج مش هقول لك 100% بس مش اقل من 90% من البرامج اللي موجوده في السوق هيكون اداء الجهاز ده فيها ممتاز جدا جدا جدا، وهيشتغل معاك وانت حاطط رجل على رجل.
تالت نقطة هنتكلم فيها هي مساحة التخزين. أجهزة الأبل كلها الحديثة بلا استثناء من 2012 وطالع بقت عاملة تكنولوجي الفلاش ستورج أو اللي احنا بنسميها ال SSD. الفلاش ستورج تعتبر أسرع كمان من ال SSD، بس نفس الفكرة، هي هاردات بتبقى سريعة جدا وردة فعل الجهاز بتبقى عالية جدا مجرد ما بتحط فيها الهارد دوت. طبعا الهاردات دي تكنولوجي خلاص بقت موجودة في كل الأجهزة الحديثة. الجهاز ده برضو فيه التكنولوجي دوت، جايب هارد فلاش ستورج 128 جيجا. طبعا هتقول لي المساحه دي صغيره، هقول لك طبعا هي تعتبر مساحه صغيره، بس في ميزه بتميز الموديل ده بالذات عن معظم موديلات ابل اللي ما بقاش فيها الاوبشن ده خلاص، ان الموديل ده ينفع ان انت تعمل ابجريد للهارد ديسك. فانت لو المساحه 128 ممكن عادي، ما بقولكش طبعا على طول عشان ما تزودش الميزانيه عليك، تعلي الهارد ديسك تخليه 256 512 او اكتر، والموضوع ده بسيط جدا ومش بيعيب الجهاز ولا بيقلل من قيمته، لان انت بتعمل عادي ابجريد زي ابجريد الرامات والكلام ده كله. فدي ميزه قويه جدا في الموديل اللي معانا النهارده. رابع نقطة هنتكلم فيها النهارده هي الرامات اللي جاية في الجهاز ده هي 8 جيجا 2133 ميجا هرتز. طبعا دي رامات محترمة جدا، أدائها محترم. وعايز أقول لك إن معظم أجهزة الأبل بتستارت بال8، و8 دي أدائها فوق الممتاز، مش هنقول في 100% برضه من البرامج، بس مش أقل من 90% من البرامج، وبتديك أداء ديسنت ومحترم، وتقدر إن هي تشغل أي برنامج أنت عايزه بأداء فوق الممتاز. في طبعا عيب موجود في كل أجهزة أبل مش في الجهاز ده بس، إن أنت ما ينفعش تعلي الرامات اللي بتبقى موجودة في الأجهزة هي بتبقى رامات بلت ان على المذر بورد، ومعظم الاجهزه البريميوم بتبقى كده، مش بس ابل. يعني لو جبت اي جهاز بريميوم الترا سليم وامكانياته عاليه هتلاقي في العاده ان الرامات بتاعته بلت ان. فابل برضو مخليه نفس الفكره دي في الجهاز ده برضو، الرامات بتاعته 8 جيجا دي دي ار 4 2133 هرتز، بلت ان، رامات محترمه، اداء محترم، وتقدر ان هي تشغل لك اي برنامج انت عايزه باداء ديسنت، يقدر ان هو ما يعملكش اي مشاكل او هانج او لاج. طبعا من النقط المهمة اللي معظم الناس بتسأل عليها، ودي نقطة كارت الشاشة. كارت الشاشة اللي موجود في الجهاز النهاردة معانا هو انتل اريس جرافيك بلس 640. كارت الجرافيك ده مميز جدا، اداؤه محترم قوي. اللي بيميز الكارت ده هو ان هو ما بيسخنش منك، ما بيهنكش، ما بيعلقش زي كروت الشاشة اللي بتنزل في النيفيديا او الاي تي اي. ما بقولش النيفيديا والاي تي اي اضعف، هم اكيد اقوى، بس اللي بيميز الموديل ده العمر الافتراضي والاستمرارية. انتوا طبعا كلكم عارفين ان معظم اجهزة اللابتوب اللي فيها كروت شاشه نيفيديا او تي اي لها عمر افتراضي، والجهاز بيبدا يسخن ويهنج ويعلق، والكلام ده كله مش بنقابله في الانتل اللي نازل هنا انتل اريس بلس جرافيك 640. ده كارت يقدر ان هو يشغل لك اي برنامج جرافيك باداء محترم جدا من غير اي مشاكل خالص او تقصير في وظيفته، بان هو يقدر يشغل لك البرنامج من غير اي هانج او لاج. من النقط برضه اللي هنتكلم فيها وهي نقطة مهمة جدا هي المداخل بتاعت الأجهزة. مداخل أجهزة الأبل بلا استثناء، والجهاز اللي معانا دوت من بعد 2016 وطالع كلها بقت تايب سي، لو خلاص اليو اس بي. فهنلاقي إن الجهاز اللي جاي معانا النهاردة هو جاي بمدخلين يو اس بي سي فقط لا غير. أنت طبعا ممكن تجيب حاجة اسمها كونفرتر بيطلع لك أكتر من مدخل، لو أنت عايز تطلع بقى طبعا اتش دي ام اي، يو اس بي، عايز تطلع لان أو وات ايفر، أي مدخل أنت عايزه سهل جدا إن أنت بالمدخل ده تجيب الكونفرتر وتطلع المدخل اللي أنت عايزه. المدخل ده طبعا بيدعم معاك الشحن السريع، بيدعم معاك النقل البيانات السريعه يو اس بي 3 او اكتر. طبعا المدخل ده ينفع ان انت تشحن منه، وينفع ان انت تشتغل بيه كمان داتا. فالمدخلين دول اي مدخل فيهم ينفع تشحن بيه او تشتغل بيه داتا. كل اجهزه ابل كده مش بس الجهاز ده، فنازله بتكنولوجي اليو اس بي سي، ودي تكنولوجي تعتبر خلاص بقت موجوده في معظم برضه الاجهزه مش بس في ابل. يعني لو جبت موديلات عاديه زي اتش بي او ديل او لينوفو هتلاقي ان هم برضه رايحين خلاص ناحيه التكنولوجي دي، وخلاص بقى يستغنوا عن اليو اس بي القديم. النقط برضه المهمه اللي لازم نتكلم عليها في الجهاز ده اللي تعتبر كده ما بتنزلش غير في الاجهزه البريميوم، ان الكيبورد بتاعت الجهاز ده كيبورد باك لايت. الكيبورد الباك لايت دي بتبقى كيبورد تعتبر كده زي ما بيقولوا تحفه فنيه، بتخليك وانت قاعد مرتاح. لو انت قاعد مثلا في اوضه ضلمه ومش عايز تشغل نور، تعرف تشتغل بكل اريحيه، لان الكيبورد بتبقى منوره معاك وبتريحك جدا في الشغل. من الحاجات برضه اللي بتميز كل اجهزه الابل الحديثه زي ما احنا شايفين الحجم بتاع التراك باد. حجم التراك باد في معظم اجهزه الابل زي ما احنا شايفين كبير جدا. التراك باد دي مالتي تاتش، تعرف ان انت تشتغل بيها بكل اريحيه، مريحه جدا جدا جدا. لو انت اتعودت عليها هتلاقي ان انت تنفع تعمل اكتر من امر واكتر من وظيفه من غير اصلا ما تروح للكيبورد بالتراك باد دي. التراك باد دي تعتبر فعلا تحفه. وبرضه هنلاحظ ان معظم الشركات بدات تقلد ابل في الحته دي، وبدات تضخم وتكبر الحته بتاعه التراك باد وتخلي التراك باد حجمه كبير شويه.
ومن نقط برضه المهمة اللي في ناس كتيرة بتدوّر عليها وهي بتشتري لابتوب الكاميرا، الكاميرا اللي نازلة هنا في اللابتوب برضه هي كاميرا HD، كاميرا high resolution والنقاء بتاعها والألوان بتاعتها حلوة جدًا. لو أنت عايز تعمل بيها فيديو conference أو عايز تعمل بيها أي حاجة خاصة بالشغل بتاعك، هتلاقي إن هي كاميرا محترمة، resolution محترم. الكلام ده كله مش هتلاقيه في اللابتوب العادية، لأن اللابتوب العادية معظمها بتنزل بكاميرا حتى لو كان كاتب لك إن هي HD، هتلاقي برضه إن ألوانها والوضوح بتاعها مش قد كده. لكن معظم الكاميرات اللي نازلة في أجهزة الأبل حتى الموديلات القديمة محترمة جدًا، وألوانها ووضوحها محترم جدًا، جدًا. هنتكلم بعد كده عن السماعات، ودي نقطة برضه مهمة جدًا. معظم الناس برضه بتدوّر على سماعات محترمة، وما فيش سماعات محترمة قد سماعات اللي بتبقى موجودة في اللابات الخاصة بأجهزة أبل. السماعات اللي جاية هنا هي سماعات طبعًا ستيريو wide range. السماعات ديّة بتدّيك نقاء صوت، بتدّيك درجة صوت عالية ومحترمة. أنت في عندك هنا سماعتين ستيريو، السماعات دي فعلًا لو أنت شغّلت عليها movie، لو شغّلت عليها music هتسمع صوت محترم نقي، ما فيهوش وَشّة، ما فيهوش زنة. تسمعه فعلًا في أغاني، تسمعه في أفلام وأنت مبسوط، وتلاقي إن الصوت فعلًا قوي، مش محتاج تبقى قريب من اللابتوب عشان تسمعه، ولا محتاج برضه إن أنت توطّيه عشان خاطر الصوت مزعج أو أنت مش حابب إن أنت تسمعه. لأ، الصوت فعلًا من السماعات دي نقي جدًا ومحترم أوي. ومعظم أجهزة أبل بلا استثناء فعلًا سماعاتها تعتبر من أفضل السماعات اللي بتبقى موجودة في اللابتوب. نتكلم بعد كده عن البطارية، برضه من الميزات اللي بتبقى موجودة في أجهزة قليلة جدًا من ضمنها أجهزة الأبل البطارية. البطاريات في أجهزة الأبل مميزة جدًا، وكل الناس عارفة إن الأجهزة العادية بلا استثناء بطارياتها مش بتقعد فترات طويلة. أجهزة الأبل البطاريات بتاعتها قوية جدًا، جدًا، جدًا. وطبعًا عملوا طفرة في تكنولوجيا الM1، خلوا البطارية تقعد معاك بشكل مش طبيعي لحد 15 ساعة، وممكن أكتر من كده كمان لو أنت ما بتعملش شغل عالي. البطارية اللي موجودة هنا هي المفروض بتقعد up to 10 hour لحد 10 ساعات، بس طبعًا ده بيعتمد على طبيعة شغلك. ممكن تقعد معاك أقل من كده طبعًا، حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات على حسب طبيعة شغلك. فبطارية قوية، وإن هي تقعد 4 ساعات ده برضه مش وقت قليل خالص في الشغل وفي ضغط الشغل. البطارية دي من أكتر البطاريات المحترمة. ولو أنت دوّرت على جهاز عايز يقعد معاك فترة طويلة وبطارية تعرف تعتمد عليها، فعلًا مش هتلاقي أكتر من أجهزة الأبل كاعتمادية في حتة البطارية والعمر الافتراضي، لأن بطارية الأبل فعلًا بطاريات محترمة وبتعيش فترات طويلة جدًا. ولازم طبعًا نتكلم عن السيستم. من ضمن الحاجات برضه اللي بتميز أبل عن أي جهاز تاني إن هو ليه سيستم بتاعه، سيستم خاص بيه، هو سيستم الماك. سيستم الماك يا جماعة سيستم مميز جدًا، جدًا، جدًا. أنت لو جبت لينوفو، جبت HP، جبت ديل، كل الأجهزة دي بتنزل بويندوز، لكن الماك برضه ليه الحتة بتاعته في حتة السيستم. فأنت جايب جهاز حتى السيستم بتاعه مميز، مش سيستم عادي. سيستم الماك سيستم محترم، التهنيج فيه أقل بكتير من الويندوز. إن هو يبوظ منك أو يقع منك كسيستم أو تحصل فيه أي نوع من أنواع الكراش أو المشاكل اللي بتقابلنا في معظم المشاكل اللي بنقابلها في الويندوز بنسبة أقل بكتير. مش باقول الويندوز بيهنج أو بيعلّق، لكن معروف إن الويندوز برضه سهل جدًا إن يتم اختراقه، لأن معظم الويندوز اللي موجود في السوق بيبقى مش أصلي، وفي حاجات كتيرة تقليد. لكن الماك بيتميز بإن أي سيستم بينزل على أي جهاز الماك هو بيبقى سيستم أصلي من الشركة، للأبديت بتاعه أول بأول بيتم عليه، فبيبقى دايمًا الsecurity فيه بتبقى عالية، الحماية فيه بتبقى محترمة. فأنت بتاخد سيستم مش بيهزر معاك، سيستم فعلًا هيقدر يحمي لك الdata بتاعتك ويحافظ لك عليها من أي اختراق أو من أي مشاكل ممكن تقابلك في المستقبل. ودي نقطة لوحدها تخلّيك تتمسك بالجهاز ده بعيد عن كل المزايا اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده. وقبل ما نقول السعر هنتكلم على الوزن. الجهاز ده زي ما إحنا شايفين قد إيه هو رفيّع، هو يعتبر خفيف جدًا في إيدي. الجهاز ده يعتبر وزنه تقريبًا كيلو 35، يعني حوالي كيلو وربع. وزن الجهاز ده محترم أوي. الthickness بتاعته رفيّع جدًا. جهاز مش هيضايقك خالص لو أنت اتحركت بيه في أي مكان برّه البيت، مش هتحس إن أنت شايل حاجة تقيلة على قلبك، مش هيتعبك في الشيل، مش هيتعبك في الحركة. تعرف تاخده معاك في أي مكان، تعرف تشتغل عليه في أي مكان. وغير الوزن طبعًا الخامات والmaterial معروفة إن كل أجهزة الأبل بلا استثناء خاماتها معدن. فأنت واخد جهاز very sturdy قوي جدًا، شاسيه قوي جدًا، مش هيبوظ منك مفصلات زي أجهزة كتيرة جدًا بدون ذكر أسمائها هي إيه. غير طبعًا حالات استثنائية ممكن تحصل فيها إن فعلًا أجهزة تبوظ مفصلات، لكن أجهزة الأبل في المطلق أجهزة قوية جدًا، الشاسيه بتاعها قوي جدًا. جهاز لو وقع منك هيحصل بِند أو تَنْي في المعدن، لكن الشاسيه هيستحمل، الhardware اللي جوه مش هيبوظ. فأنت معاك فعلًا جهاز مش بس personal use، لأ ده يعتبر كمان استخدام شركات. جهاز تاخده كده تخبطه في الأرض وأنت متطمن إن هو بنسبة كبيرة الحاجة اللي جواه اللي هي أهم حاجة الdata بتاعتك مش هيحصل لها حاجة وهتفضل موجودة، تعرف إن أنت تستردها. ودي نقطة مهمة جدًا، جدًا في مصلحة أجهزة الأبل.
أكتر نقطة وأهم نقطة كلنا مستنيينها هي نقطة السعر. الجهاز اللي معانا النهارده زي ما قلنا هو ماك بوك برو. ماك بوك برو موديل كام؟ ده ماك بوك برو موديل 2017. الجهاز ده يا جماعة الأبديت بتاعه لسه بدري جدًا، فممكن حد يقول لي ده 2017، أقول له لأ، ده لسه بدري جدًا. لو أنت بتفكر إن أنت تشتريه قدامك مش أقل من 3 سنين ل4 سنين وممكن كمان 5 سنين عشان تقلق من حتة الأبديت. وحتى لو الأبديت وقف أنت لحد النهارده موديلات زي 2010 و2009 شغالة وهي الأبديت واقف عادي، وموديلات لحد 2013 شغال الأبديت بتاعها وسبورت من شركة أبل. ففكرة الأبديت في اللابتوب مختلفة عن التليفون، فده الأبديت بتاعه لسه بدري. والجهاز ده لو احنا بصينا كده هنلاقي إن هو نازل أوريدي أصلا عليه نسخة المونتيري اللي هو تعتبر أحدث نسخة موجودة دلوقتي بالنسبة لأجهزة الأبل. جهاز يدعم لك كل حاجة، يدعم لك كل البرامج، بتاخد عليه وارنتي من شركة تروجان لمدة 6 شهور. دي ميزة قوية جدا. فأنت واخد جهاز جديد واخده بضمان 6 شهور، غير أنت واخد جهاز جديد وضمان 6 شهور أنت بتاخد كمان حماية مستهلك أسبوعين بكل أريحية. فهو جهاز فعلًا محترم، ولو اشتريته هتلاقي إن أنت فعلًا واخد value for money محترمة. أنت النهارده عشان خاطر تشتري الجهاز ده هتلاقيه موجود في شركة تروجان في رينج تقريبًا 22,500. عشان أجيب جهاز ب22,500 في أجهزة عادية مثلًا زي HP، Lenovo، Acer، هتلاقي إن ال22,500 دي هتجيب لك جهاز عادي. مش باتكلم في جهاز مميز، وهيكون Core i5 بروسيسور مش حاجة premium. لأن أنت لو دخلت في الفئات الpremium زي مثلًا في الDell في حاجة اسمها XPS لو حد يسمع عنها، وأكيد طبعًا كلنا نعرفها، أو زي الDell Alienware، أو لو بنتكلم في الHP برضه في حاجة اسمها Envy أو HP Spectra. الموديلات دي بتبقى premium شوية، اللي ممكن نقول إن هي بتدخل في المنافسة مع الأبل. خامات بريمير، فينش بريميوم، كيبورد باكلايت. الكلام ده كله استحالة إن أنا ألاقيه في رنجات ال 22 بالنسبة لأسعار اليومين دول. أضعف الإيمان عشان تجيب جهاز بريميوم النهارده في الأجهزة دي بتتكلم في رينج مش أقل من 30,000 جنيه وممكن أكتر من كده كمان. فطبعا ده يعتبر فاليو فور ماني محترم جدا، بتاخد ورنتي عليه. يا رب تكون الناس استفادت النهارده من الحلقة دي، وأكون عرفتكم عن الموديل المميز جدا الماك بوك برو نون تاتش بار موديل 2017 المحترم قوي ده، اللي انا لو هفكر اشتري جهاز جديد في الرينج او البادجت دوت من غير تفكير اعتقد ده يعتبر افضل فاليو فور ماني في الوقت الحالي دلوقتي. هسيب لكم لينك تعرفوا من خلاله تتواصلوا مع شركه تروجان لو انتم حابين تشتروا الجهاز ده، وتتاكدوا هو لسه فيه منه ستوك ولا لا، لان هو يعتبر ليميتد ستوك. لايك وشير وسبسكرايب عشان ندعم القناه ونحاول نخلي الفيديو ده ينتشر اكتر عشان كل الناس تستفاد منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.